سعود إليك بلال. هل تملك الأسلحة اللازمة لمواجهة المغرب؟ وهل تعتبر خسارتكم أمام المغرب في تصفيات كأس العالم حافزا إضافيا يعني من أجل الثأر؟ لا والله، أنا في رأيي الخاص انهزمت بالنتيجة، ولكن تعرف قوة الاتحادية تاع المنافس تاعنا، راهم قوة الآن في إفريقيا، قوة ضاربة يعني في كرة القدم، فهمت؟ والانسان كل واحد وقته. احنا حبينا نلعبوا مثلا على الساعه 2 زوالا، نلعبونا هما على 10 تاع الليل ولا 8 تاع الليل. هما الان هم اللي هم يعني كما يقولوا راهم يسيروا في الامور تاع الكره تاع افريقيا. واش تحب نقول لك، انا نتبعوا، احنا من المتتبعين الان. يعني حبيت تقولي بانك كنت تريد اللعب في وقت الظهيره، ولكن فرض عليكم اللعب ليلا في مباراة المغرب. ايه وعدنا في البلد، ايه فرض الكلام، ايه فرض يعني هم الان يفرضوا انفسهم، فهمت؟ هذه الامر ما عندك وديروا الحاكم ايضا يفرضوا هما، يختاروا هما. لهذا راح تلعب يعني ضد منتخب كبير وتلعب ضد امور اخرى الخفيه، فهمت لي، تاع كرة القدم. هل تتخوف من الكولسة في كأس افريقيا؟ انا اشوف، انا بحكم يعني الفريق تاعي، ولا تشوف في يعني معدل العمر هو اصغر معدل العمر في كل المنتخبات اللي تشارك في افريقيا، اوكي؟ يعني ما عندناش نفس الاهداف، ولكن مانيش رايح باش كما قلت له انا باش واحد ياخذ سيلفي مع اللاعبين، ولا فهمت؟ رايح نلعبوا مباراه باش يتعلموا اللاعبين هذوما، والنتيجه تقعد داخل الميدان. يعني ماناش داخلين باش نسهلوا المأمورية تاع المنافس، حتى هما يعرفوا ايضا باللي ماناش ساهلين، ويعني ولا باش تأهلنا يعني بعرق جبيننا بدون كولسه ولا بدون مساعده تاع من طرف اخر. لهذا ربما الان ماناش مع المنتخبات الكبيره، ولكن يعني خدمنا باش نكونوا في هذه الدوره، وان شاء الله نديروا اللي علينا ونحضروا في منتخب تاع مستقبل ايضا. كوتش، سمعنا بأنك كنت تريد أن تقيم معسكر تدريبي في الجزائر قبل نهاية كأس أفريقيا، ولكن هذا الأمر لم يتم وتم تغيير التربص في آخر لحظة إلى مصر. ما الذي حدث بالضبط؟ لا سمعتم كان واقع، لا ده واقع. دائما أنا نقول لك على كان أمور لإنسان ما، أنا كرياضي ما نحبش نتكلم عليهم، لأن نحبط المستوى لو نتكلم على امور كيما هذه. كان ناس السياسه ناسها، اوكي، وفي السياسه الاتحاديه ناسها، وفي السياسه الدوليه ناسها. احنا ناس تاع ميدان، صحيح طلبوا منا باش احنا كانت في الاول باش نديروا تربص تاعنا في الجزائر، ولكن في اخر المطاف غيرونا. دائما الناس اللي راهي يعني عندها تاثير كبير في الكره الافريقيه، يعني بحسن العلاقات اللي عندهم على الاتحاديه تاعنا. يعني غير من الجزائر الى كانت في المره الاولى الى الامارات، وانا رفضت باش نمشي الامارات. يعني اخر المطاف فهمت باش نمشوا للقاهره،